محكمة بن سليمان كتحكم بالسجن على الزوجين في قضية تعذيب الخادمة كنزة. خليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. في قضية أثارت جدلا واسعا وتبعتها الجمعيات الحقوقية عن كثب، أصدرت المحكمة الابتدائية ببن سليمان الستار على قضية تعذيب الخادمة كنزة، حيث لم تفلت الزوجة ولا زوجها من قبضة العدالة. حكم على الزوجة ب3 سنوات من السجن النافذ بتهمة الضرب والجرح وانتحال صفة، بينما اكتفى القضاء بحكم 2 عام على زوجها. كنزة الخادمة اللي تحولت القصة ديالها إلى عنوان بارز في وسائل الإعلام، تعرضت لأساليب ابتكارية في العنف، من ضرب قنينة خمر إلى المدلك الذي تحول إلى سلاح، لتجد نفسها ضحية لنزاعات زوجين اعتاد على حل خلافاتهما باستخدام الخادمة ككيس ملاكمة. المحامي لم يتردد في وصف ما عاشته موكلته بالويلات، مؤكدا أن تقرير الخبرة الطبية كشف عن كسور وجروح لا يمكن لأحد أن ينكرها. والطريف في الأمر أن الزوجين وبكل براءة ادعيا أن كنزة تعاني من اضطرابات نفسية، وكأنها كانت تختار أن تكسر يدها وتجرح نفسها لتضيف لمسة درامية لحياتها. ومع ذلك لم تستطع هذه الحجة أن تقف أمام الأدلة الطبية وشهادة الحارس الذي أوضح أن حالة كنزة كانت مأساوية لدرجة أنها فقدت السيطرة على وظائفها الجسدية بفعل التعذيب. النيابة العامة طالبت بإنزال أشد العقوبات على الزوجين، مستغربة كيف يمكن لإنسان أن يمارس هذا القدر من العنف على شخص يعمل في منزله. لكن الزوجين أصرا خلال أطوار المحاكمة على نفي التهم، زاعمين أن كنزة تعاني من اضطرابات، وكأن الكدمات والكسور على جسدها ليست سوى مجرد أعراض لهذه الاضطرابات. وأخيرا لم تكتفي المحكمة بالسجن، بل فرضت على الزوجة دفع غرامة قدرها 90,000 درهم وعلى الزوج 60,000 درهم في محاولة لتعويض كنزة على الأقل عن جزء بسيط من المعاناة التي عاشتها. قضية كنزة تذكرنا دائما بأن بعض الناس يجدون طرق إبداعية لحل مشاكلهم فقط ليكتشفوا في النهاية أن العدالة قد تكون بطيئة، لكنها في النهاية لا تفوت الموعد. ما رأيكم في هذا الحكم؟ هل ترون أن العقوبات والغرامة كافية لتحقيق العدالة في مثل هذه القضية؟ ننتظر آراءكم وتعليقاتكم.